السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى هنجرب النهاردة فيديو جديد من فيديوهات الخاصة بقلاية النوتري كوك، القلاية الهوائية اللي بتشتغل بدون زيت أو بكمية زيت قليلة جدا، وهنعمل مع بعض النهاردة فيها حواوشي، ويا رب يعجبكم إن شاء الله الفيديو. وفي بداية كل فيديو بطلب منكم دايما إن انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال إن انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا عملنا خلطة اللحمة موجودة كتير جدا على اليوتيوب، وحطينا لحمة في العيش وظبطنا كل التظبيطات بتاعتنا، وكل اللي فاضل بس ان احنا نبدأ نعمل عملية التسوية بتاعتنا في القلاية. الموضوع سهل وبسيط جدا. وطبعا الرغيف ده لو انا هعمله في الفرن هحتاج كمية سمنة كتيرة وكمية زيت علشان ابدأ احمر الرغيف ده، وبيبقى مليان دهون غير عادية. لكن احنا النهاردة هنعتمد على الدهون اللي موجودة في اللحمة، ومع بس لمسة زيت من بره هنسوي رغيف الحواوشي، وهنوري لحضراتكم شكله هيطلع عامل ازاي. الاول هعمل بري هيت للفرن لمدة 3 دقايق يسخن. في زرار اسمه البري هيت، بمجرد ما بنضغط عليه الفرن بيقعد لمده 3 دقايق يسخن، بعد كده بيكون جاهز ان انا ادخل فيه الحاجه. مسكت البخاخ زي ما انتم شايفين كده، رشرشت بس كده بالبخاخ على الرغيف من بره من فوق ومن تحت، وبالفرشه مشيته، وبدات ان انا احط كده رغيفين. طبعا احنا عارفين ان السله ممكن احط 3 ادوار، بس الافضل يكونوا درجين بس اللي نستخدمهم عشان التسويه تكون كويسه. وهبدا ان انا اظبط التايمر بتاعي من خلال التسويه. نشوف مثلا هنعمل في البدايه، بما ان هنعمل حواوشي، نخلي مثلا التسويه لمده 10 دقائق ونشوف بعد 10 دقائق اللي هيحصل. شايفين يا جماعه الرغيف بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله، يعني ما شاء الله بقى حاجه جميله جدا وممتازه. الدهون طبعا اللي في الرغيف سوت اللحمه كويس جدا واتحمص من بره كده. يعني احلى حواوشي الواحد بياكله بيكون الرغيف تحس ان هو متحمص وفي نفس الوقت جوسي، واللحمه طريه من النص. شايفين حضراتكم عامله ازاي؟ وتبدا طبعا ان انت تتحكمي في درجه التسويه على حسب ما انت شايفه. كل شويه بنفتح نقلب الرغيف زي ما بنقلبه عادي جدا اهو، وزي ما قلت لحضراتكم بالبخاخ بتاع الزيت، حاجه بسيطه بس كده بحيث ان الرغيف ما ينشفش. بس ما شاء الله يعني حاجه جميله ورائعه. ورغيف الحواوشي استوى وزبده من النص زي ما قلت لحضراتكم اهو، ومن بره الاطراف يا دوبك متحمص كده تحميصه جميله. ونشوف كده كمان اللي في الفرن شكله حلو قوي ما شاء الله، وهتاكلوا احلى حواوشي من خلال القلايه. وطبعا كل 3 أو 4 دقايق ممكن نفتح ونقلب الرغيف ونشوف التسويه بتاعته عامله ازاي، وان شاء الله تاكلوا احلى حواوشي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما بنحاول نساعدكم ونقدم لكم محتوى كويس على القناه عندنا يعجبكم، ونوريكم مميزات قلايه النوتري كوك الاكتيف فراي او القلايه الهوائيه. وكالعاده في نهايه كل فيديو هطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.